لو بتشتري في الساحل ومحتار ما بين سيدي عبد الرحمن وراس الحكمة، تعال أقول لك مميزات وعيوب كل منطقة. خلونا نبدأ بسيدي عبد الرحمن. سيدي عبد الرحمن من أفضل وأهم مميزاتها إن هي بين العلمين وراس الحكمة، قريبة من المدينة، كل الخدمات موجودة، المشاريع والمطورين الكبار زي مراسي زي هاسيندا، النايت لايف والسوشيال ومطاعم الكافيهات، حياة كاملة. بس خلي بالك، الأسعار هناك بقت غالية وطرق الدفع مضغوطة. كمان فرص الاستثمار هناك ما بقتش كتير لأن المنطقة خلاص تعتبر خلصت. بالنسبة لراس الحكمة، الفرصة اللي بتجري قدامك، البنية التحتية القوية، المشاريع القوية اللي موجودة هناك، البحر هناك لسه أهدى وأروق بكتير. اتجاه عام من الدولة علشان كده بيحصل بنية تحتية ممتازة هناك، وكمان اتجاه من الخليج ان هم حاليا بيستثمروا في منطقة راس الحكمة. أنظمة الدفع لسه ميسرة، احنا عندنا حاجات ممكن توصل ل10 سنين اقساط. بس خلي بالك، راس الحكمة المنطقة اللي لازم تصبر عليها شوية. في ناس كتير مش بتفضل راس الحكمة لأن هم عارفين إن لسه قدامها كام سنة، بس للمستثمرين دي فرصة كويسة أوي. باختصار، سيدي عبد الرحمن لو عايز تسكن دلوقتي، راس الحكمة لو عايز تكسب بعدين. قولي بقى في الكومنت، انت بتفضل سيدي عبد الرحمن ولا راس الحكمة؟ ولو محتاجين تفاصيل اي مشاريع هناك ابعتولي وانا هبعتلكم.